صوت إريتريا الديمقراطية، صوت ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون في إريتريا، يبث باللغتين العربية والتجرينية. متابعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. صوت إريتريا الديمقراطية تلتقيكم وترحب بكم مجددا، وتقدم لكم فقرات برنامجها لهذا اليوم، والتي تتضمن نشرة الأخبار والتعليق السياسي. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع فقرات برنامجنا لهذا اليوم. لاجئون إريتريون يؤكدون مشاركة قوات إريترية في حرب تيغراي. مدينة أغرداد تتعرض لهزة أرضية. قوات إريترية تتمركز على الحدود السودانية الإثيوبية. من عناوين الأخبار إلى تفاصيلها من صوت إريتريا الديمقراطية. أفادت مصادرنا من إقليم تيغراي تعرض لاجئين إريتريين في معسكري شمالبا وحنصاص بإقليم شيري إلى استهداف من قبل القوات الإريترية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتحاربتين، حيث تتحالف الأولى مع الحكومة الإثيوبية ضد الثانية، غير أنهما اتفقا على الاعتداء على الأبرياء من اللاجئين الإريتريين الذين اضطرهم النظام الإريتري لمغادرة بلادهم. وحسب المصادر، دخلت قوات النظام الإريتري تلك المعسكرات فمارست كل أنواع العنف والاعتداء والقتل والإعادة القسرية في أوساط اللاجئين الإريتريين، ومن نجوا من ذلك جمعتهم قوات الويان في ساحة عامة وطلبت منهم الالتحاق بقواتها، إلا أنهم رفضوا الطلب، فما كان منها إلا وأن أطلقت النيران عليهم، وعلى الفور قتل 15 لاجئا واعتقلت حوالي 1500 لاجئ واقتادتهم لجهة مجهولة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن. وأضاف المصدر أن بعض الناجين الذين وصلوا إلى معسكر عد حريش وميعيني يعانون من حالة نفسية سيئة من هول ما رأوا وما تعرضوا له. وللأسف لا يزال الاعتداء مستمرا، حيث يتهم مواطنو تيغراي الإريتريين بتسهيل مهمة استيلاء حكومة أبي أحمد على إقليمهم، وبالتالي القتل على الهوية سمة تميز واقع الإريتريين في تيغراي هذه الأيام. وحول الإريتريين في معسكري ميعيني وعد حريش اللذين يتبعان شيري تسيطر عليهما قوات حكومية، ولكن اللاجئين الإريتريين هناك يتعرضون للنهب المسلح ليلا من جهات مجهولة، بينما يتم استهدافهم والاعتداء عليهم بالفؤوس والسواطير من قبل التجارو لو خرجوا إلى أطراف المعسكر لجلب الحطب بذات الحجة البائسة، والتي يعلم المعتدون قبل غيرهم أن هؤلاء اللاجئين ليس لهم يد فيما جرى، وأنهم أول ضحاياه. هذا وأكدت هذه الأخبار وكالات أنباء دولية كفرانس بريس نقلا عن لاجئين إريتريين فارين من تيغراي إلى السودان وانفصلوا عن عائلاتهم ويشعرون بقلق كبير إزاء مصيرها. من ناحيتها قالت نيويورك تايمز الأمريكية الاثنين الماضي أن قوات من إريتريا تخوض غمار الحرب المندلعة في شمال إثيوبيا بين الجيش الحكومي وجبهة تحرير شعب تيغراي.
وأضافت الصحيفة في تقرير نقلا عن مسؤولين وشهود عيان أن القوات الإريترية عاثت خرابا ودمارا في معسكرات اللاجئين، مرتكبة انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث حطت مجموعة من الجنود الرحال في مخيم حنصاص الذي يؤوي لاجئين يقدر عددهم بنحو 25 ألف شخص. وأوضحت الصحيفة في تقريرها من مراسليها في نيروبي أن أولئك اللاجئين قدموا من إريتريا التي تقع حدودها على بعد 48 كيلومترا من تلك المنطقة في نزوح جماعي هربا من حكم زعيمهم المستبد سياس أفورقي الذي يعد أحد الطغاة الأطول حكما في إفريقيا. وبعد أن ظن اللاجئون أنهم في مأمن بإثيوبيا، إذ بالجنود الإريتريين يقتحمون مخيمهم في 19 من نوفمبر الماضي، وما لبث أن سادت الفوضى وأعمال السلب والنهب وأريقت الدماء لعدة أيام. وانتهت تلك الحالة بأن فرز الجنود عشرات من اللاجئين وأجبروهم على عبور الحدود والعودة إلى إريتريا وفق روايات عدد من شهود عيان. أفادت نشرة تعقب الزلازل الأمريكية على الإنترنت بأن مدينة أغردات تعرضت لزلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، وذلك فجر يوم الجمعة 25 من ديسمبر، مشيرة إلى أن مركز الهزة يقع على بعد 92 كيلومترا من مدينة أغردات. وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع بعمق 10 كيلومترات وقريب من سطح الأرض، وبالتالي يعتبر من الزلازل الضحلة والشعور بقوته أكبر من الزلازل العميقة. هذا وقد أكد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل المعلومات التي ذكرها المركز الأمريكي للزلازل حول الهزة التي ضربت مدينة أغردات. وفي سياق متصل، أورد موقع جريدة الانتباه السودانية على الإنترنت بأن أجزاء من مدينة كسلة تأثرت بهذا الزلزال. رصدت مصادر إعلامية عربية تحركات لقوات إريترية على الحدود السودانية لإثيوبيا، وهو ما أكدته مصادر عسكرية سودانية حسب صحيفة سودان ترابيون التي ذكرت بأن قوات إريترية قادمة من مدينة أم حجر الإريترية تتمركز قبالة الحدود السودانية مع إثيوبيا. وفي سياق متصل، قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية التي وقعت مؤخرا اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في جوبا جبريل إبراهيم أن الحرب بين السودان وإثيوبيا يمكن أن تندلع في ظل تقارير تفيد بوجود حشود عسكرية من الجانب الإثيوبي. متابعينا الأفاضل، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار من صوت إريتريا الديمقراطية.
نجدد التحية والترحاب بكم متابعي صوت إريتريا الديمقراطية، وندعوكم لمتابعة تعليقنا السياسي: الإريتريون والسياسة ومشجعو كرة القدم. من المهم أن نشير في البداية وقبل الدخول في موضوعنا إلى ما هو معروف بالضرورة عن تاريخنا المعاصر، والذي لا يزال يطبع واقعنا السياسي إلى يومنا هذا بصورة شبه متطابقة إن لم تكن متطابقة. لقد اختلف الإريتريون على مصير وطنهم عندما عرضت القضية الإريترية في الأمم المتحدة كواحدة من تركات إيطاليا المهزومة في الحرب العالمية الثانية. ففي الوقت الذي طالب فيه البعض باستقلال إريتريا، نزع آخرون إلى ربطها بالتاج الإثيوبي، ونسبة ضئيلة كانت مع تقسيم إريتريا بين الدول المجاورة ومنها بالطبع إثيوبيا. والغريب في الأمر أن الميولات دون الاستقلال كانت تغذيها توجهات أقل ما يقال عنها أنها تعبر عن قصور في النضج السياسي، ولا تنتمي لمرحلة التحرر التي كانت سائدة في تلك الحقبة من عمر الشعوب الإفريقية خاصة وشعوب العالم الثالث عامة، والتي عمتها روح الثورة والانعتاق مع انحسار الاستعمار الغربي في تلك البلدان. كان هذا هو حال الواقع السياسي في إريتريا في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وتلك فترة خلت من تاريخنا بما لها وما عليها، والتنقيب فيها وحولها ليس من اختصاصنا وإنما من اختصاص المؤرخين ليكتبوا تاريخنا بكل ما فيه من تعرجات قد ترضينا وقد لا ترضينا، لأن التاريخ أحداث لا نملك تغييرها، وإنما تدوينها بتجرد وموضوعية تمليها منهجية كتابة التاريخ التي يجب أن يراعى فيها ضمن عوامل أخرى صحة المعلومة ومصداقية وحيادية النقل ونبل الهدف والغاية. وعودا على البدء، نقول من الأمور النادرة أن يختلف الناس على مصالح بلادهم العليا، وعلى هويتهم وانتمائهم الوطني، وعلى الاستقلال والتبعية وغيرها من المفاهيم التي تمثل مرتكزا قبولا أو رفضا في بناء الشخصية الوطنية السوية. ولكن حدث ويحدث هذا في واقعنا الإريتري الذي كان وما يزال تختلط عليه المعايير والمفاهيم بدرجة تجعل القاعدة شواذ والشذوذ قاعدة. وإلا كيف نفسر من يدعو إلى إزالة إريتريا من الوجود لفسح المجال لأسطورة دولة الأقعزيان، أو من يدعو التحالف مع جبهة التجراي في مواجهة الحكومة الفيدرالية، أو التحالف مع الحكومة الفيدرالية مثل ما فعل نظام إسياس ضد جبهة التجراي؟ المؤسف أن كل طرف يقدم حجج وبراهين غير متماسكة على صوابية مواقفه، فالأقعزيان يبثون الحقد والكراهية ليل نهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين المجتمع الإريتري، لا لشيء إلا لقلب الواقع لصالح أوهامهم وأساطيرهم. بينما البعض يطلب من الإريتريين الاصطفاف إلى جانب جبهة تجراي، استنادا حسب قولهم على أن جبهة تحرير تجراي هي من اعترفت باستقلال إريتريا في الوقت الذي لم يعترف فيه الأمحرة أصحاب اليد العليا في حكومة أبي أحمد بذلك، فضلا على أنهم جيراننا الذين تربطنا بهم أواصر القربى والدم والجغرافيا. وهؤلاء لا ينظرون لتلك العلاقة مع تجراي إلا من منظور ضيق لا يستوعب كل مواقف جبهة التجراي التي استهدفت هذا الاستقلال بطرق مختلفة، منها إعاقة التغيير في إريتريا بتفكيك المعارضة الإريترية إلى مكونات اجتماعية، ومحاربة التنظيمات ذات التوجهات الوطنية، وطرد الآلاف من الإريتريين. وكلنا نتذكر قول ملا زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا الراحل عندما سئل عن أسباب الطرد الإريتريين إبان الحرب الإريترية الإثيوبية، أجاب: سنطردهم حتى لو لم تعجبنا ألوان عيونهم.
ويريدوننا كذلك التغاضي عن السفن التي كانت ترسو في مناسباتهم على أرضية ميدان مقلي، وهم الذين لا يملكون البحر إلا في أحلامهم. أو يريدون أن نتحاشى قول بعض قادة تيغراي بأن إريتريا لا تساوي شيئا من غير التيغرينيا، أو بأن الاعتراف باستقلال إريتريا ليس كتابا مقدسا، وإنما موقف سياسي اتخذ في سياق سياسي معين يمكن أن يتغير بتغير ذلك السياق، وغيرها الكثير من المواقف المناوئة لاستقلال إريتريا. وعليه وجب أن ينظر هؤلاء من زوايا أخرى ليست بالضرورة لصالح إريتريا. كما أن الذين يبررون لأنفسهم وللنظام الإريتري الوقوف إلى جانب الحكومة المركزية في مواجهة التيغراي ويسوقون ذات المبررات التي سقناها آنفا، ويضيفون عليها أن أبي أحمد وقع اتفاق السلام مع إريتريا ويعترف بإريترية بادوميه. ولا بد من الوقوف إلى جانب النظام والقوات الإريترية في مواجهة حكومة تيغراي التي تهدد باجتياح إريتريا. والبعض ذهب أبعد من ذلك وعبر عن استعداده للذهاب لجبهة القتال. وبعض السياسيين صاروا يحللون أقوال إسياس الكثيرة والمثيرة التي أدلى بها عقب توقيع اتفاقية السلام مع إثيوبيا، والتي باتت تقلق غالبية الإريتريين حول نوايا وأهداف الرجل. وبدلا من أن يتخذوا مواقفهم بناء على صريح أقواله ومواقفه يبحثون عن نواياه وما بين سطورها. ليس مطلوبا من السياسي أن يحلل ويبحث عن نوايا خصمه بين السطور ويتحول إلى محلل سياسي أو يعمل كقارئة فنجان أو مفسر أحلام، وإنما مسؤوليته هو استغلال وتوظيف أقوال ومواقف خصمه وتجييرها لصالحه بغض النظر عن نوايا خصمه إن كان يقصد العبارات التي أطلقها أم لا. خلاصة القول للأسف أن بعض الإريتريين يتعاملون مع بلادهم كمشجعي كرة القدم، يختلفون عليها ويتحالفون ضدها حتى مع من يريد رميهم في البحر أو النهر أو الصحراء. والفرق بين الاثنين أن مشجعي كرة القدم يناصرون فريقا بعينه، بينما بعض الإريتريين وساستهم لا يعرفون بالضبط في الوقت الحاضر من يناصرون. ولماذا؟ لأنهم ببساطة أطلقوا العنان لعواطفهم وقيدوا عقولهم. من المفترض أن ننطلق في علاقاتنا مع الدول من معايير ومواثيق دولية تحكم علاقات الدول، وانطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. يفترض أن ينأى الإريتريون من الصراع الإثيوبي باعتباره شأنا داخليا، والاكتفاء بدعوة أطراف الصراع لحل خلافاتها بالطرق السلمية. غير أنه وبخلاف مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، عمدت بعض الأطراف الإريترية بما فيها النظام وبعض المحسوبين على قوى المعارضة على التدخل في الشأن الداخلي الإثيوبي قولا وفعلا بصورة سافرة. ويدفع اللاجئون الإريتريون هناك في تيغراي حياتهم ثمنا لهذه المواقف المتهورة وغير المسؤولة، حيث يقتلون على الهوية من قبل التيغراي قبل الأمهرة، ومن قبل قوات الدفاع الإريترية قبل القوات الإثيوبية المتحاربة. صوت إريتريا الديمقراطية.
هكذا وصلنا بكم متابعي صوت إريتريا الديمقراطية إلى ختام فقرات برامج اليوم. إلى جديد اللقاء، دمتم في أمان الله. صوت إريتريا الديمقراطية.